قصص قتل الزوجات الأزواج ديالهم ولات قصص منتشرة، قصص عادية. القصة ديالنا اليوم عجيبة غريبة. مرأة قتلات الزوج ديالها بطريقة غريبة ومختلفة، والسبب علاش قتلاته سبب غريب جدا. وكما كنقولوا دائما، كل حدث مكان زمان أو شخص كتربطنا به قصة، وهي اللي دائما كتفكرنا به. المكان في قصتنا اليوم هو حي الزرامنة، مدينة سكيكدا بالجزائر الشقيقة. والزمان هو فجر يوم 21 أكتوبر 2009، فاش كان واحد الساكن من ساكنة العمارة في واحد المجمع سكني بهذا الحي هذا ديال الزرامنة، راجع من خدمته، حل باب العمارة ودخل. ومنين بغى يطلع في الدروج درج العمارة، لقى جثة رجل مرمي على ظهره، وبجنبه السباطة ديالو، يعني بجنبه الحذاء ديالو. وهنا وبلا ما يتردد، هاد السيد هذا بلغ الشرطة وبلغ كذلك باقي سكان العمارة، بما فيهم أهل الضحية، حيث كان جارهم. هاد السيد اللي طاح في الأرض ميت كان جارهم في العمارة. علم الزوجة ديالو ووليداتو، واللي دخلوا في نوبة بكاء هستيريا شافوا الجثة ديال الأب ديالهم مرمية قدامهم. ملي وصلت الشرطة عاينت الجثة في الوضع اللي هي فيه. رجل من ساكنة العمارة في عمره 45 سنة، متزوج وأب ل7 أبناء، بنت كتبلغ 19 سنة وولد كيبلغ 17 سنة، والأطفال الآخرين ما كتجاوزش الأعمار ديالهم 12 سنة. وكيشتغل بناء، وكيشتغل كذلك في الصباغة، صباغ، كعمل موازي باش يقدر يوفر لقمة العيش للأسرة ديالو. من بعد ما جات الشرطة تم نقل الجثة للمستشفى باش يديروا لها التشريح، وبدات الشرطة في التحقيق الأولي من أجل معرفة ملابسات الحادث. التقرير الأولي كيوضح تعرض الجثة للتعذيب، لأن أثر الضرب والجروح اللي كانت على الجثة، وكذلك أثار ديال الربط أي التكبيل، بمعنى الضحية كان مربوط من يديه ورجليه، وكذلك الأطراف الأصابع ديالو، الخرج الأصابع ديال الرجلين واليدين ديالو كانوا مورمين وزورق، وكان عليهم واحد الآثار ديال النهش، يعني آثار ديال تقطيع صغير. وكذلك كيبان في الجثة تغير ديال لون الشفتين، الشفاه ولا اللون ديالهم أزرق غامق. وهذا الشيء بين للشرطة أن الضحية مات مدة هادي، ماشي زعما عملية سطو أغريسيون في هذيك اللحظة مثلا. المهم، وفي انتظار وصول تقرير الطبيب الشرعي النهائي، بدات الشرطة بمجموعة ديال التحريات، من بينها استجواب عائلة وجيران وأصدقاء عمل الضحية، واللي أكدوا لهم كاملين أن الضحية راجل مزيان، راجل خلوق، نية وظريف، وما عنده حتى عداوة حتى مع شي حد. ولكن اللي أثار انتباه الشرطة هو أن زملاء الضحية في العمل أكدوا غياب الضحية لمدة 3 أيام الأخرانية. هاد 3 أيام الأخيرة كان غايب، وهذا الشيء هو عكس تصريحات زوجة الضحية وولادو، اللي أكدوا أنه كان كيتردد على العمل ديالو عادي، وأنهم كانوا كيتسناوه في ديك الليلة الأخرانية يرجع للدار، ولكنه ما رجعش، وأنه كان معاهم قبل في الليلة اللي قبل. وهذا اللي نفاه تقرير الطبيب الشرعي، اللي أكد أن الضحية توفى قبل بيومين، وأنه تعرض للعنف بالضرب وبآلة حادة، وأنه كان مقيد اليدين، وتعرض للتسميم بمخدر قوي، وكذلك بالخنق، إما وهو ناعس بواسطة مخدة يعني وسادة مثلا، أو تم الخنق ديالو بكيس بلاستيكي. وكذلك لقاو أن الأطراف ديال صباع اليدين والرجلين منهوشين من طرف حيوان قارض، واللي تحدد الحيوان في الفار أكدوا أن الفار هو اللي بدا كياكل ليه في ديك الطريفات ديال الصباع. وهنا تأكد للشرطة أن الجثة أو الحادثة ما كانتش في دروج العمارة، وإنما الجريمة كانت في مكان آخر، وتم استخدام الجثة، يعني جات الجثة جابوا هاد اللي دار الجريمة راه جاب الجثة ورماها في داخل العمارة. وكذلك حتى داك السباط اللي لقاوه بجنبو يعني ما لقاوش لابسو. وأن كل هاد الدلائل والقرائن كتثبت كذب العائلة أو كذب عائلة الضحية، وعاودوا معهم التحقيق في المنزل، واستغلوا الفرصة وبداو في التفتيش، واللي خرجوا منه بواحد العينة ديال البودرة، يعني بحال شي طحين هكا، كانت في الكوزينة المطبخ.
كانت جنب كيس الأزبال، ومنين تم التحليل ديالها طلعات نفس المخدر اللي تخدر به الضحية. وهنا تأكدت للشرطة الشكوك ديالها في عائلة الضحية. المجرم كاين وسط عائلة الضحية. وخلال التحقيق كذلك مع الجيران أكدوا الشرطة أن 4 أيام الأخرى ما شافوش الضحية، وكانوا كيتسناو زعما يبان ليهم باش يشكيو ليه من الموسيقى اللي مطلوقة عنده في الدار، واللي كان الصوت ديالها مرتفع وكيزعجهم. وقالوا للشرطة أنهم ما قدروش يشتكيو للزوجة حيت كانت مرأة معصبة وعيشورية كما كنقولوا، ما يقدروش يهضروا معاها في هذا الموضوع هذا. هنا الشرطة فتحت تحقيق مباشر مع بنت الضحية، وبداو بها هي الأولى، واللي كانت كتبان لهم أنها عارفة شي حاجة ومخبيها، وأن الخوف ديالها من أسئلة الشرطة ملي كانوا كيستجوبوها في الدار خوف غير عادي، وأنها كانت عارفة ومخبية عليهم شي حاجة. اقتادوها لمخفر الشرطة، يعني داوها الكوميسارية، وبداو معها التحقيق. قليل من الضغط وواحد الحيلة وهموها أن الأم ديالها اعترفت بالحقيقة، وأنه لازم عليها حتى هي تعترف، وهذا فقط من أجل مصلحتها، وخاصة وأن كل الأدلة ضدها وضد الأم ديالها. نهارت بنت الضحية واعترفت أن القاتل ديال الأب ديالها هو الأم ديالها، واللي كانت في صراع ومشاكل دائمة مع الأب ديالها، وأنها هي وخوها اضطروا يساعدوا الأم ديالهم لأنها كانت مرأة قادرة كما كنقولوا، مرأة شريرة وكيخافوا منها لدرجة الرعب. هنا تم اعتقال القاتل وهو الزوجة، واللي ما لقاوش معها أدنى صعوبة في الاعتراف من وجهها بالأدلة. وقالت لهم وكانت أول ما نطقت به لو كان يرجع يحيى نقتلو مرة أخرى. وبدات كتسرد لهم القصة بالتفصيل. هاد المرأة تزوجت راجلها عن حب، ومن كثرة حبها ليه بغاتو ما يشوف في حتى وحدة أخرى ويولي خاتم في صباعها، واتجهت للسحر، وفعلا سحرت ليه ورداتو كي الخاتم. وزادتو قالت للمحققين كتر من الخاتم، ولا غير مضبع كيعرف غير الخدمة وولادو، واي حاجه طلبتها منه وقبل كاع ما نطلبها منه ما كيقوليش عليها لا، ولا معايا بحال العبد، وليت انا الامر الناهي في الدار. ولكن اللي ما كنتش كنتوقعو ان هاد الشيء كرهني فيه وما بقاش راجل. تبادلنا الادوار، وليت انا الراجل وهو ولا غير زايد علينا. منين كان دابز معاه وكيطلع ليا منه الدم، واخا نكون انا غلطه كنجري عليه من الدار، وفعلا كيخرج يبات عند صحابو وعائلته، وفي الصباح كيرجع يطلب السماحه ويبوس الرجلين باش نخليه يبقى مع ولادو. رديتو كي الجفاف، ولكني ما بقيتش حاسه بيه راجل. حاولت واحد المره نقتلو، درت ليه السم د الفيران في سايكوك كسكسو باللبن، حيت كانت هذيك هي الاكله العزيزه عليه، ولكن ربي طول ليه العمر وداروا ليه غسيل المعده في اخر لحظه، وما بغاش يأذيني ويعلم الشرطه. وصلت معاه داك الساعه الحل، وهو نمشيو انا وياه للمقبره اللي كنت دافنه ليه فيها السحور، ونجبدوه ونبطلوه ويرجع راجل كي كان. ومنين مشينا للمقبره اكتشفت اني نسيت بلاصه الدفينه السحور، ورغم كل هذا بقى لاصق فيا، وانا كرهته والله حتى كرهته. وهاد مرة درت ليه كمية كبيرة د المخدر في سايكوك النيت، ومنين كلاه طاح كيتوجع الليل كامل وبغى يمشي للمستشفى، ولكني ربطتو من يديه ورجليه باش يبقى حتى يموت على خاطره، لكنه ما ماتش. زدت خنقته بالكيس البلاستيك حتى خرجوا عيني، وعيطت لبنتي وولدي وقلت لهم باكم مات، قتلته، ولا ما عاونتونيش عليه نزيد نقتلكم حتى نتوما. وخافوا وعاونوني حتى خرجناه للخزين اللي كاين تحت دروج العمارة. ومنين رجعت تفكرت ان الريحة ديالو تقدر تفوح وتولي عاطية، وتفكرت كذلك اني انا الوحيدة في العمارة اللي عندي سوارت ديال الخزين، وغادي نتشكو فيا انا الاولى. ومنين مشيت نجبدو ونخرجو من الخزين لقيت الفيران دايرين به، وخرجتو الدروج تحتانيين كانه زعما التكريسه او تعرض للسرقه، وداك الساعه غادي نتشكو في شي حد اخر. وزادت وقالت لهم ملي كانت رابطاه وكيتعذب مسكين، زادت في الموسيقى باش حتى واحد ما يسمع عياطو او الصراخ ديالو. هاد المراه ماشي قتلت الزوج ديالها فقط، بل تسببات لعائلتها وعائله الزوج ديالها ولوليداتها في واحد الشوهه، وخاصه وكما كتعرفوا ان المجتمعات اغلب المجتمعات العربيه مجتمعات محافظه
ومازال كتغلب عليهم الأعراف والتقاليد والنظرات الدونية لكل واحد كيرتبط الاسم ديالو بهذا النوع من الجرائم. والدليل في قصتنا هو أن بنت الضحية واللي حتى هي دوزات عقوبة سجنية كانت المدة ديالها 5 سنوات تقطعت علاقتها بأهل الأب ديالها، ولكنها رجعت وسكنت مع عائلة الأم ديالها، مسكينة ما عندها ما دير. والأخ ديالها منين كمل العقوبة السجنية ديالو اختفى، ما بقاش كيبان ليه الأثر. ولكم التخمين علاش اختفى. كنتمنى إلا عجبتكم قصتنا اليوم ولمستوا فيها نوع من العبرة، كنتمنى تدعموا القناة بتعليقاتكم ومشاركاتكم للفيديوهات، وكذلك بالاشتراك إلا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتفعيل جرس الكل ليصلكم كل جديد.